كنت متكلم في الفيديو الأخير عن مشكلة واجهتني أثناء ما أنا كنت بربط سيرفر ماي سيكوال بوت تليجرام أنا ببنيه، وقلت إن أنا هفتح كتاب جديد واللي أنا عرضت صورته ده علشان أحل المشكلة دي. ولكن في نفس الوقت اتعلمت درس مهم، والدرس المهم هو عن طريق إن أنا كان في كتاب تاني اللي أنا كنت بستخدمه اللي هو جروبنج داتابيز ديزاين اللي هو ظاهر ده. كان في شابتر ما رضيتش اخلصه وهو كان عن السكيورتي والاوبتمايزيشن اللي بالنسبه لي قلت مش مهم. تمام، فقلت اخلصه بحيث ان اخلص الكتاب. وقت ما رحت وخلصت الشابتر ده، لقيت ان في الشابتر ده هو حل المشكله من غير ما اروح للكتاب التاني، وحليت بالمشكله بالفعل. وطبعا طلعت لايف ولسه كنت مخلص من شويه، اللي على اساسه حليت المشكله. بنيت بعض اجزاء الكود وعملت اللي هو تصديق او فاليديشن، لان الامور تمام والكود مرتبط بسيرفر ماي سيكوال وكل حاجه تمام. ولكن اللي مش تمام طبعا هي فكره ان كل الكود اللي انا كنت بنيه الاول وربطه بسيكوال لايت هعيد اللي هو بناؤه من اول وجديد، بمعنى ريفاكتورنج. وفي نفس الوقت ايه بس كده. طبعا في حاجه تانية لسه عاملها في البوت، هو ان في مكان بيسجل الرسائل بتاع الانجازات الخاصه بالاعضاء. الجزء ده ببعت الرسائل بتاعته على جوجل فايل اللي هو دوكيومنتيشن. هروح اربطه بعد ما اخلص ماي سيكوال بمانجو دي بي. فكده يبقى ضربت على عصفورين بحجر في بناء البوت ده. الجزء الاولاني هو ان انا اتعلمت سيكوال سيرفر كسيكوال داتابيز ريليشن شيب، والمانجو دي بي هتبقى نو سيكوال اللي هي فاليو كي. فانصحك تعمل زي ما انا بعمل فكره، سواء بقى انك، انا بالنسبه لي باني سيرفر من جهاز قديم وشغل عليه البوت، وعامل حاجه اسمها سي اي سي دي اللي انا اتكلمت عنها قبل كده، رابط الجهاز بتاعي كتطوير بالسيرفر اللي ببنيه هنا بيتاثر على السيرفر، وببني حاجات وبستخدمه والكلام ده. فمستواي عمال يعلى ومكملين في الرحلة اللي على أساسها أكون مهندس سوفت وير انجينيرنج على مستوى متقدم. وطبعا لو أنت مهتم بإنك تعرف التحديثات عن الرحلة دي سواء من دروس أو عندك أي أسئلة، فمتابعة واشتراك وبس. سلام. لسه نشوف بقى اللي بعد كده.